recipient of nursing. مين هو اللي هرسل له الخدمة التمريضية؟ عندي ثلاث فئات. أول حاجة البيشنت اللي هو حد مريض. بيشنت يعني حد مريض. كلاينت مش شرط ان هو مريض، كلاينت معناها عميل، يعني ممكن يكون حد صحته كويسة بس جاي لي المستشفى. يعني مثلا واحدة مثلا جاية تركب وسيلة، هي ما هيش مريضة بس جاية تاخد خدمة تمريضية، والخدمة دي ممتدة، هتفضل تتابع معايا طول فترة استخدامها الوسيلة دي اسمها ايه؟ كلاينت. كونسيومر ديت مستهلك او حد بيجي ياخد الخدمة التمريضية مني او منتج تمريضي بس غير ممتدة. زي ايه مثلا؟ زي حملة مليون صحة، ان انا او مثلا بطعم فئة معينة، دي انا عطيت خدمة وخلاص ما هيش ممتدة، كانت منتج او خدمة انا عطيتها وانتهى. يبقى ايه الفرق ما بين كلاينت وكونسيومر؟ كلاينت ان هو حد هيجي ياخد مني خدمة بس ممتدة، هيطول معايا، لكن كونسيومر حد هياخد مني خدمة وخلاص وانتهى. زي مثلا جه ياخد تطعيم، او جاي مثلا في حملة مليون صحة بيكشف مثلا، بيشوف الضغط بتاعه، بيتابع وخلاص والموضوع انتهى. تمام؟ يبقى انا عندي ريسيبيانت 3 حاجات. الخدمة التمريضية دي برسلها ل3 حاجات. بيشنت اللي هو حد مريض. كلاينت مش شرط ان هو مريض بس جاي بياخد مني او بياخد خدمة تمريضية. كونسيومر ان هو حد خد خدمة او منتج تمريضي مرة وانتهى. يبقى الفرق ما بين كلاينت وكونسيومر، كلاينت خدمة او متابعة لكن ايه؟ مستمرة. كونسيومر لا، خد خدمة غير ممتدة وانتهى.